السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أرقى متابعي قناة طاقة الأبراج. أهلا وسهلا بيكم، منوريني مشرفين. النهاردة حبايبي هنعمل قراءة جديدة من نوعها وحصري لقناة طاقة الأبراج ولمتابعين طاقة الأبراج. قراءتنا النهاردة هتكون هفكرك أنت. قراءتنا بعنوان انعكاسك الداخلي. هفكرك أنت وشوف الدنيا واقفة ليه؟ ايه اللي موقف الدنيا؟ قراءتنا ان شاء الله هتكون بتاريخ 29/5/2025. اتمنى القراءة تفيد حضراتكم وتمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة مفيدة. وقبل ما نبدأ نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم الغيب الا الله وهذا توقعات وليس الا. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو، الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. اصحاب برج الجدي، نسمي بسم الله ونشوفوا قراءتنا النهارده ونعمل تهكير ليك، تهكير نفسي وروحي ليك يا برج الجدي. وهنشوف كمان المشاكل النفسية، مشاكل النفسية، وهنشوف كمان المشاكل الروحية. مم. هنشوف كمان ايه اللي مأثر عليك وبيعوقك. مم. هنشوف كمان السبب في التعطيل. هل شخص أم عقبة نفسية أو طاقية أو سلبية أو روحية؟ برج الجدي، يا ريت تسيب لي تعليق جميل من حضرتك تقول لي رأيك في قراءتنا الجديدة الحصرية دي ليكم انتم. ونبتدي ونسمي بسم الله ونغوص، وعايزك تغوص معايا جواك يا برج الجدي. بالتوفيق. برج الجدي، العقلية الحديدية. يلا من أولها، عقلية حديدية. انت اتربيت انك لازم تكون الصخرة من صغرك اللي الكل يتكئ عليها. بس الصخرة دي تعبت ومش بتتكلم. عندك مبدأ، محدش هيحل مشاكلي غيري. حلو، بس ده خلاك شايل بقى فوق طاقتك من زمان. تفكيرك ده ومبدأك ده انعكاسك الروحي، ده خلاك شايل فوق طاقتك من زمان. دفنت آلامك. انت مش بتنكر الآلام، انت بتدفنها، بتحطها في صندوق وبتقفل عليه وبتكمل حياتك كأن مفيش حاجة حصلت. بس خلي بالك الصندوق ده بدأ بقى ايه؟ يتملى، بقى فيه تراكمات كتير. الصندوق ده بدأ يتملى، يطفح خلاص. آسف، هيرجع من كتر التراكمات اللي فيه. وجسمك ونفسيتك بدأوا يصرخوا من الضغط كمان. انت مش حاسس بكده؟ معلش انا اسف بقى، تستخباش، تعالى لي ههكرك. تعالى، ما تروحش. هتروح فين؟ هتروح المطبخ، هتستخبى تحت الكنبه، هجيبك. تعالى. تنكر ان جسمك ونفسيتك بدأوا يصرخوا من الضغط؟ ها؟ ها؟ بقى عندك قلب متجمد، قلبك بقى متجمد. صدماتك
خلت قلبك يقفل، بقيت بتفكر في الحب على انه مهمة، مش احساس، مهمة، مفيش احساس. بتخاف تسلم قلبك لحد، عشان لو قلبك انكسر مش هتعرف ترممه تاني. يا ابن الذين يا برج الجدي، انعكاس لطاقتك انت القراءة دي. عبء المسؤوليات عندك من سن صغير، وانت عندك العبء ده من وانت صغير. انت الكبير، هو الكبير هو الله سبحانه وتعالى، بس من وانت صغير انت الكبير، حتى لو محدش طلب منك ده. حملت نفسك فوق طاقتك ومش قادر تسيب حاجة تقع، بس هل في حد شايلك انت، ولا دايما انت اللي شايل؟ دايما الى ما لا نهاية. بتخاف من الفقر انت، سواء عشت ظروف صعبة او لا. عندك خوف داخلي من فقدان الاستقرار. الفقر مش مال، فقر في استقرار، في امان، في سعادة. بقى عندك فقدان الاستقرار. ممكن تشتغل فوق طاقتك وتحوش وتحرم نفسك، بس جواك هلع من فقدان الامان كمان المادي. هلع. معلش مضطر اكشفك بقى برج الجدي، معلش. عايز بقى تخليك معايا خليك، عايز تلغي اشتراكك الغيه، انت منورني. بس لازم الزنقه دي بقى، انا ما انا عايز اعرف بقى. كل مره نعمل حبيب حبيب الغير، لا انت بقى تعالى لي انت بقى. الصوره الاجتماعيه بقى، تعالى لي انت. بتحب تبان بالشكل المحترم القوي، صح؟ اللي دايما ثابت، صح؟ بس ساعات بتتعب من التمثيل ده. قفشتك. بتتعب من التمثيل ده. نفسك تكون عادي بقى، ضعيف حقيقي، مش قوي بتمثيل. بس الخوف من نظرة الناس مكبلاك. مكبل. عارف يعني ايه مكبل؟ مكبل. بقى عندك قيود نفسية. انت مش مقيد من الناس، انت مقيد من توقعاتك لنفسك. انت اللي حاطط لنفسك سجن من المثالية والانضباط. انا حاسس ان انت عسكري برج الجدي، انا حاسس ان انت عسكري في الجيش، حاطط لنفسك سجن من المثالية والانضباط، ومش قادر تغلط. مع ان الغلط اوقات خلي بالك بيحررنا. مفيش حد ما بيغلطش، كل انسان خطاء. ساعات الغلط ده اوقات بيحررنا. انا شايفك ان انت اتجرحت، ممكن من الاب او من ولي امرك او من السلطة. في جرح قديم، ممكن يكون من الاب او شخصية قيادية اثرت فيك. ركز معايا يا برج الجدي. حد كان بيحكمك، كان متولي امرك وبيحكمك، بيقيمك، وكان بيقلل منك. الجرح ده خلاك عايز تثبت انك الاقوى، بس كل اثبات او كل اثباتاتك كانت بمثابة هروب من الوجع ده. ده عمل لك بقى ايه؟ كبت مشاعر، بقيت بتكتم كتير، وده بيأثر على صحتك وجسمك.
بيشيل التوتر، ونفسك بتتراكم فيها الأحزان. أنت مش روبوت يا جدي ولا سمسم، أنت إنسان محتاج يتنفس ويبكي ويضعف. إنسان برج زي بقية الأبراج، محتاج إن أنت تتنفس وتبكي وتضعف، لأن دي سمات الإنسان. البشر بقى عندك طاقة روحية محبوسة، حبستها، روحك مش لاقية مساحة تطير فيها. انت عملي بزيادة، اوكي، وحاسس ان الروحانيات مضيعة وقت ومضيعة كمان للوقت، بس الحقيقة الروح محتاجة تتغذى، والصلابة من غير روح بتنهار. لازم يكون في روح، اي حاجة يكون فيها روح تبقى صلبة وجامدة وقوية. فانت خليت طاقتك الروحية محبوسة، ضعف ايمانك بالحب. بتحب انت؟ اه بحب، مش انا بشر، بس مش بسهولة بتحب ولا بصدق كامل. معلش انا اسف على الانكشافات دي، كشفتك انا. مش بتحب بسهولة ولا بصدق كامل، بتفضل تبين انك مش محتاج قوي عشان تبعد عن احتمالية الخذلان. بس جواك قلب لو اتفتح يغير حياة اللي حواليه، حنية متناهية وعيشة ما بعدها عيشة. جواك انت قلب لو اتفتح هيغير حياة اللي حواليه. الماضي بقى عندك انت كحمل، انت مشيت، اسف، الطاقات، انا معايا طاقة الحمل ومعايا طاقة الدلو ومعايا في القراءة. اسف، الماضي ليك يا برج الجدي. بص هقول لك حاجة، انت مشيت طريق طويل، هنتكلم عن الماضي بقى، بس كل خطوة بتكون شايل معاها ماضي ما تحلش، مش محلول. مش بتنسى انت يا برج الجدي، ومش بتسامح بسهولة. طاقة الدلو والحمل معايا في القراءة ومش عايزة تسيبني. انت مش بتنسى ومش بتسامح بسهولة، وده عمل لك زي حمل على ظهرك بيمنعك ان انت تنطلق، بقت تقيل، بقت في حلقة من التكرار، بتدخل في نفس التجربة بس بأشكال مختلفة. بص بقول لك برج الحمل معايا، بص، برج الحمل معايا في الطاقة والدلو، بتدخل في نفس التجربة بأشكال مختلفة، نفس الأشخاص، نفس الآلام، نفس النهايات، وكأن الكون بيعيد لك الدرس لحد ما تفك الشفرة. وهي ايه بقى؟ حرر نفسك. عندك صوت النقد الداخلي بقى بتاع برج جدي، في صوت دايما بيقولك مش كفاية، لسه بدري، مين قال انك تستحق. الصوت ده مش صوتك، ده بقايا اصوات ناس قديمة لسه ساكنة جواك، لازم تطردهم.
لازم تطردهم من جواك ومن حياتك. مين انت لما تبطل تبقى الناجح او المسؤول او القوي؟ هل بتعرف نفسك من غير كل المسميات اللي انا قلتها دي؟ الناجح، المسؤول، القوي. بتعرف نفسك انت من غير كل ده؟ لان انت ده. الجواب محتاج شجاعة وشوية بكاء ودموع منك. لحظة انهيار هتوصل قريب لنقطة انهيار، خلي بالك، مش ضعف. هتبقى انفجار لطاقة محبوسة عندك. اللحظة دي هتكون بداية للتغيير، تغيير برج الجدي. لو سمحت انت للنقطة دي انها تحصل بدون مقاومة منك وتسيب كل حاجة تقع، ها، هل هتبقى الجدي الحقيقي؟ ها، اوعى. خلي بالك، عندك إشارة من القدر في حاجة في الطريق إليك، في حاجة في الطريق إليك. ممكن يكون شخص أو حدث أو صدمة أو رسالة. في إشارة من القدر، دي مش صدفة، دي إشارة. لو انتبهت ليها وركز، حياتك هتاخد منحنى مختلف تماما. بس لو طنشتها هتدفع التمن من نفسك. خد بالك بقى من الإشارة دي. هتتعرض من الكون لامتحان لروحك. الكون هيختبرك، والبعض منكم الكون بيختبرك دلوقتي وحاليا يا برج الجدي. هل هتكمل في الطريق ولا لأ؟ هتكمل في الطريق اللي الناس رسمته ليك، برج الجدي القوي ال ولا هتسمع لروحك؟ حتى لو خالفت التوقعات، ده قرار روحي، خلي بالك، مش عملي، قرار روحي. ما تخافش لو خالفت التوقعات، والاختيار دلوقتي بقى ليك. فالكون بيختبرك، بيختبر روحك. في باب مش ظاهر، يعتبر ده بوابة خفية ليك. باب مش ظاهر قدامك بس موجود. الباب ده محتاج تسأل نفسك سؤال واحد: لو كل شيء انهار، هل هتعرف تبدأ من جديد؟ لو كل شيء انهار من غير ما تبص وراك. الجواب بقى ده هو المفتاح، ده انعكاسك. الجواب هو المفتاح. هسألك سؤال: لو فجأة قررت تمشي وتسيب كل حاجة انت، كل حاجة كنت انت بنيها، لو قررت تمشي وتسيبها وتبدأ حياة بسيطة، هتقدر ولا هتخاف؟ ولا هتخاف تخرج من صورة النجاح اللي الناس عارفاك بيها؟ وصلت؟ تمام. ودي كانت قراءتك اليوم يا برج الجدي. أتمنى لك السعادة والهنا على طول الدوام. انتظروني يا حبايبي في فيديو آخر. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.